السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد اللي غيكون ان شاء الله تتم لفيديو السابق ديال العراضة اللي غيتضمن باقي التحضيرات يوم قبل العراضة اللي حضرتها يوم قبل العراضة. كذلك غادي يتضمن طريقة السلطة كيفاش وجدت كل مكوناتها، يعني هي سلطة السلطات، كل مكون فيها راه سلطة بحد ذاته، يعني كل مكون درت مع الحاجه اللي غتوالمو، التتبيله اللي غتوالمو. وكذلك غادي تشوفوا معايا طريقه الشاورما اللي رافقت بها السلطه، وايضا واحد التتبيله زوينه للضلعه اللي كتهشش اللحم ديال الضلعه وكتلذذ لي اللحم. وفي اخر الفيديو غادي تشوفوا معايا ايضا واحد الكلاص اللي هو ساهل بزاف بدون تعقيدات، كيوجد في اسرع وقت. نخليكم تتبعوا معايا الفيديو وفرجه ممتعه. غادي نبدا اولا بالتتبيله ديال الضلعه. هنا درت جوج راس ريوس الثومه، معلقه كبيره سكينجبير، معلقه كبيره التحميره، راس المعلقه ديال الهريسه، راس المعلقه البزار، معلقه صغيره المطارد، وواحد الياغورت طبيعي، ومعلقه صغيره السمن، واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده. كنخلطوا الكل وصافي. هنا خديت الضلع ديالي كنفلحها مزيان بواحد السكين باش كتدخل لي ديك التتبيله. غنفلحها بالجوانب ديالها كاملين باش التتبيله تدخل، لان هنا راه في الليل يعني غنخلي هاد التتبيله تبات فيها. كنحاول كندخل ديك التتبيله في البلايص اللي فلحتهم. ودابا ندوزو نوجدو لا كلاص ديالنا. غادا ندير فيها دو ساشي ديال كريم كلاصي، ساشي صغيره ديال الحليب بودره، دو ساشي ديال الاوريو، جوج ديال ياغورت بنكهه الكراميل ولتر الحليب. غادا ندير البودره ديالي في اناء ديال كريم كلاصي. بالنسبه للكريم كلاصي تقدروا تعوضوها بلا كريم فريش او لا كريم شونتيي لتر. بالنسبه لي انا كنفضل هاد لاكريم كلاصي، ما كتعجبنيش نكهه الكريم فريش، كتجي شويه مدمه. المهم هذا رايي انا، كاين اللي كيعجبو لاكريم فريش. من بعد ضفت ياغورت كراميل، هذا اللي كيعطي واحد اللذه زوينه. واش خديت هذاك الاوريو قسمته هكا بيديا ودرته خلطته. الا كان عندكم اللوز حمروه وهرمشوه ديروه حتى هو كيجي رائع، هو ولا الكركاع واللي كان عندكم. صافي درته في البواطات ودرته في الكونجيلاتور. ودابا غندوز نوجد نرقد الشاورما ديالي. هنا درت ضريس ديال الثومه محكوك، معلقه صغيره المطر، نصف علبه ياغورت، ومعلقه صغيره ديال عطريه الشاورما، شويه هريسه، والقليل من زيت السمسم. غادا نبدا ندير في القطع ديال الدجاج اللي مقطعين صغار على شكل شاورما، نرقدهم مزيان في هاد الترقيده ونغطيهم ونخليهم يباتوا هنا مرقدين حتى الصباح ان شاء الله. وهنا في نهار العراضه غادا نبدا نوجد السلطه. اول حاجه بديت بها هي هاد المعدنوس اللي غنقطع الكميه اللي غنحتاجها في السلطه، في الخضره، في كل شيء، باش بلا ما نبقى كل مره نقطع المعدنوس. انا المعدنوس غنحتاجو قطعت الكميه اللي غنحتاجها. وثاني حاجه نوجد واحد الكميه ثاني ديال لاصوص فينيغريت. هنا درت عصير حامضه، درت الخل، درت الملح الكافي، درت معلقه صغيره البزار والزيت. صافي غادا نحتفظ بها في الثلاجه. ودابا غنبدا نوجد السلطه ديالي. اول حاجه هنايا عندي الجزر اللي بخرته البارح، زدت عليه لا مايز وزدت المعدنوس وزدت لاصوص فينيغريت. هنا عندي اللوبيا حتى هي درت فيها لاصوص فينيغريت ودرت المعدنوس. غادي نخلطها مزيان.
نزيد شويه معدنوس لان اللوبيا كتواتر مع المذاق ديال المعدنوس. صافي نحتفظ بها في الثلاجه حتى هي. وهنا عندنا لي بروكولي اللي غنضيف ليه لاصوص فينيغريت. غنخلطو مزيان ديك لاصوص باش تدخلنا باش توزع علينا في لي بروكولي كاملين. صافي غنكتفيو بهاد لاصوص وغنديرو حتى هو في الثلاجه. هنا بالنسبه للرز، هنا عندك نديرو واحد الطريقه ساهله، الرز كيجي حبه حبه معزول، ما كيجيش معجن. ضفت هنا واحد المقدار ديال زلافه ديال الرز، ملح، بزار، الزبده، قليتها شويه، من بعد ضفت الدوبل ديال الماء وكنسد عليها الكوكوط. اون فوا كتصفى الكوكوط واحد 5 دقائق كنطفي عليها وكنخليه ما كنحلش. صافي كنلقى الرز هو هذاك. وهنا درت ليشو احمر، زدت عليه الزبيب، المايس، تقدروا تزيدوا اللوز، مهرمش، القرقاع. درت لاصوص فينيغريت حتى هي ضفتها لهاد السلطه، هذيك تجي رائعه السلطه. وهنا عندي البطاطا، هذه البطاطا سلقتها حتى النهار العراضه لان البطاطا كتخسر. ضفت ليه هذاك الجزر اللي بخرته البارح حتى هو مع الخضره اللي قطع رقيق. ضفت المعدنوس ولاصوص فينيغريت. وهذا الرز ملي حليت عليه لقيته هو هذاك، يعني داك المقدار اللي كندير كيعطيني الرز هو هذاك، ما كنزيد لا ماء، ما كيتعجن ما والو، كنخليه يبرد تماما عاد نرجع ليه. وهنا درت واحد السلطه فيها طوماط سوريز، الجرجير، والقليل ديال الخس مقطع. بالنسبه للجرجير كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى. صافي كنخلطها بلاصوص فينيغريت. وهنا عندي واحد الخيار اللي قطعتها دوائر رقيقه ودرت لها لاصوص فينيغريت حتى هي خلطتها، وغنحتفظ كلشي في الثلاجه حتى نبغي نقدم لها سلطه. هنا من بعد ما الرز ما برد تماما ضفت ليه فلافل مقطعه الوان، ضفت 2 حكاك ديال الطون بالزيت ديالهم، لان هنا ما ضفتش الزيت نهائيا، اكتفيت بالزيت ديال الطون. وضفت مقدار ديال 3 المعالق ديال لا مايونيز، وغنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الياغورت طبيعي. صافي وغنخلط. ضفت حتى لا فينيغريت، هادشي باش كتعاول لا فينيغريت ما كان في السلطه كتربحنا الوقت، ماشي اي سلطه ندير لها التتبيله ديالها، يعني داكشي فيها كاين الملح، البزار، الخل، كلشي كاين في لا فينيغريت. ومن بعد درت الدجاج ديالي ديال الشاورما يطيب. هنا نوجد الصلصه اللي غادا نرافق بها الشاورما. درت فيها نص علبه ياغورت، نص معلقه البزار، نص معلقه سكينجبير، عصير حامضه، والقليل من زيت السمسم. وهنا حكيت الكورنيشون مخلل باش كيعطي ديك اللذه الحامضه ديال مذاق الشاورما، كتجي لذيذه هاد لاصوص بزاف. صافي كنخليها على جنب بالما طاب ليا الدجاج ديالي. وهنا عندي هاد الخبز ديال التورتيلا اللي خديته واجد، غنقطعو دوائر صغيره. من بعد ما قطعته دهنت ودرت فيه داك شويه من ديك لاصوص اللي وجدت، طريف الخس، دجاج. صافي غدا نجمع داك الشاورما ديالي على هذا الشكل. ثم دابا عندي غدا ندوز لتزيين الموتزاريلا دوائر. هنا غدا ندوزها في المعدنوس، تقدروا تدوزوها في لاسيبولات، والنصف غندوزو في قطع ديال ليشو احمر. صافي غدا نديرها في هاد العويدات ونحتفظ بها حتى هي. دابا غدا ندوز نصوطي الخضره اللي غادي نرافق مع الضلعه. درت هنايا ثومه محكوكه، درت ديال الثومه محكوكه مع الزبده، قليتها شويه مع الزبده، ضفت المعدنوس
ولاصوص فينيغرات اللي وجدت. من بعد درت الخضار، درت هنا لي شو دو بروكسيل هذه اللي كنت ديجا راه بخرتها مع الخضار ديال اللي بخرتها البارح. وهنا طوماط سوريز حتى هي بخرتها هنا باش نستغل الوقت وباش نكتشف عليها الماء. درت نفس المقله درت فيها لي شو دو بروكسيل والمطيشه. وهنا غندوز نمونطي السلطه. فرشت الخس، خديت هنايا واحد البلاطو شكل اوفال، فرشت الخس ودرت دائره سيركل، درت فيه الروز الوسط. وغنبقى نوزع السلطات ديالي كل شكل على جوج جهات، يعني كل لون مقابل مع نفسه. بالنسبه لهاد السلطه كتاخذ الوقت، يعني الا كانت عندنا العرضه اليوم ضروري الخضره كامله اللي كتسلق، اي حاجه نقدروا نديروها ليله قبل نديروها. خضره كاع اللي ما كتخسرش نقدروا نسلقوها قبل ولا نبخروها نسلقوها باش يبقى لنا الوقت. يعني نهار العرضه كنخليو غير الحاجه اللي كتخسر، بحال الروز كيقصاح، بحال البطاطا حتى هي كتقصاح وكتزرق. صافي. المعدنوس ماشي مشكل، هذاك نقدروا نقطعوه البارح، ما مهم دابا راه ولاو الالات راه دغيا كيقطعوا الربيع. اي حاجه دجاج اللي خصو ترقد البارح، قد ما نقصنا علينا ليله قبل قد ما كندوزو العراضه بلا تدخاس وكدوز داكشي كيف ما بغينا. صافي. هنا غندير هنا سيجار هنا ديال فروماج. بالنسبه لهاد السيجار راه ساهل، غير الفروماج قطعته على شكل طويل ودرته في الزعتر وعمرت به هاد الورقه. وفي الطبق الاول درت دوك القطع ديال الشاورما. هنا تقدروا تضيفوا بزاف الاضافات، تقدروا تضيفوا الكروفيت غوير الا كان عندكم، ديروا لمسه بحال ما كتجي سلطه غويال. انا هنا الكروفيت غويال الحقيقه ما لقيتوش، انا كتعرفوا من وراء العيد ما كيكونش الحوت وداك الشيء، كنت بغيت نديرو لكن ما لقيتوش متواجد. وصافي هنا كملت السلطه ديالي. جات السلطه رائعه عجبت الضياف ديالي والانواع والسلطات التتبيله ديالهم جاو كلشي لذيذ بزاف. ما جاتش السلطه الشكل كاين والمذاق والو. وهذه البسطيله اللي شفت معكم الطريقه ديالها في الفيديو السابق. ودابا كنوجد باش نبريزونطي الضلعه ديالي اللي صيفطتها طابت في الفرن. وبالنسبه للخضر ما درتش، بما انني درت الخضر درت السلطه غنيه بالخضر، فقلت هنا في الضلعه ما نديرش الخضر بزاف، درت غير طوماط سوريز لي شو بروكسيل والزيتون مشرمل، وزينته من الفوق ببيض السمان اللي فنتو زينته بالبافو. وهذا الكلاص اللي وجدت البارح خليته في البواطه، يعني من البواطه غادي نحطو نقدمو بلا كثره تعقيدات. غادي نحطو هنا في طبق التقديم. جاوب فيه دوك الحبيبات ديال البسكوي. وهنا بالنسبه لداك الكلاص اللي خليته في البواطه غادي ندير فيه دي بول اللي غادي نزيد بهم من الفوق، وغدا نزينو بصلصه الشوكولا وغدا نقدمو. رشيت عليه هنايا شويه اللوز مهرمش. وايضا رافقت الديسير بهاد التيراميسو في لي فيغين ساهلين حتى هما. الا بغيتوا الطريقه ديالهم نحطها لكم ان شاء الله في فيديو اخر. وهكذا اعزائي كنتهي الى فيديو ديالنا، كنتمنى ينال اعجابكم والى اللقاء فيديو قادم بحول الله.